هقول لك بقى على هاك عظيمه انا بستخدمها لما بستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي. انا بستخدم الاي اي في حاجات كتير قوي في شغلي. لما يبقى عندي حاجه عايز اعمل لها دراسه، حاجه عايز اعمل لها شرح معين، تحليل معين، بقعد كده امسك افتح الوورد واكتب البرومبت العظيم اللي انا عايز اقوله. ما بقولش كلمتين وخلاص، بشرح كل حاجه في الوضع بتاعي، واقوم واخد البرومبت ده زي ما هو كوبي واروح احطه في ادوات ذكاء اصطناعي مختلفه. انا ما بحبش تشات جي بي تي قوي الصراحه، بس هتلاقيني بستخدم جيميناي، كوبايلوت، ديب سيك وثلاثة أربعة تانيين كمان. وبعد ما بستخدم البرومبت ده مع كل اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي ويبتدي كل واحد فيهم يطلع لي المخرجات بتاعته، ابدا العب لعبه تانية. اقوم رايح لجيميناي مثلا واقول له انا نفس البرومبت اللي انا استخدمته معاك ده انا استخدمته مع ديب سيك وكوبايلوت مثلا، وده رد بتاع كوبايلوت وده الرد بتاع ديب سيك. الناس دي متوافقه معاك في 1 2 3، مختلفين معاك في 1 2 3. انت ايه رايك؟ او بمعنى اصح انت ايه ردك على الاختلافات اللي هم بيقولوها؟ هل كلامهم مظبوط ولا انت كلامك مظبوط؟ واديني دليلك على كده، واتفرج يا معلم على اللي هيحصل. كل اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي في الحاله دي بتبين السواد اللي جواها، وكل واحد فيهم هيحاول ينقد الاخر ويطلع ان كلامه في اغلبه صح. في منهم اللي هيحاول يبين قوه اللي عامله زي ديب سيك، بيحاول يبين ان الذكاء الصناعي الصيني اقوى من اي حاجه تانية. مش هيقول لك كده، ولكن بيحاول يقطع في غيره مع احترامه للاجابات دي، بس بيبين ان هو عنده قدرات اعلى. جيميناي مثلا هيحاول يبين لك ان هو باكت اب ادوات جوجل المختلفه اللي تقدر تديله قدرات اعلى من غيره. كوبايلوت هيقفش والله بجد بيتقمص. هتقول له كده يقول لك طب تمام ماشي قشطه زي ما انت عايز. طب انا استفدت من كده بايه؟ يعني هي مسرحيه انا قاعد بخبطهم في بعض؟ لا خالص. انا ببتدي اعمل فاليديشن. هي الفكره ان انت لما بتروح لاي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي وبتقول له اعمل لي البرومبت الفلاني، فبيطلع لك مجموعه من الاحصاءات والمعلومات، وفي بعض الاوقات في بعضهم بيدي لك لينكات لحاجات معينه بتدخل ساعات تلاقيها شغاله وساعات ثانيه تلاقيها مش شغاله. انت بتبقى محتاج ان انت تفاليديت الكلام ده، ان انت تراجع وراه، ان انت تشوف الكلام بتاعه ده كلام مظبوط ولا هو بيهزي ولا الكلام ده هو بيخترعه. لان كلنا عارفين ان هو ساعات ادوات الذكاء الاصطناعي ديت بتقول كلام مش حقيقي، وبيسموها اي اي هالوسينيشن او هلوسه الذكاء الاصطناعي. لكن لما بتبتدي تحط اجابات ده قدام اجابات ده، بتبتدي تكتشف والله انا مش لازم اقعد افاليديت كل حاجه في الدنيا، انا هخليهم هم يراجعوا ورا بعضهم وهم يطلعوا لي الصح والغلط، وبعد كده اللي انا هقدر اعمل عليه فاليديشن بقى اللي هو اراجع ورا، بدل ما اقعد اراجع ورا 4 5 ادوات ذكاء اصطناعي، لا انا هراجع ورا مخرجات معينه اللي انا حاسس ان في حاجه غلط. انت كده بتقوي البحث بتاعك، بتقوي الشغل بتاعك، بتتاكد من كل حاجه فيه، وفي نفس الوقت بتحاول ان انت تخلي الريفرنسز او المراجع بتاعتك اللي كل واحد فيهم بيديها لك مراجع حقيقيه، مش اي لينكات وخلاص ولا اي كلام وخلاص. والاهم بقى ان انت مع الوقت بتبتدي تتعلم شخصيه كل اداه من الادوات دي. صدقني ليهم شخصيات، والشخصيات دي مش بتبان بمجرد ما تيجي تقول له اعملي البرومبت ده، لا، ولا حتى مع ان انت تفضل تراجعه في المعلومات كتير. مش ده اللي بيبين شخصيته الحقيقيه. يمكن اللي بيبان قوي في الحته دي تشات جي بي تي، ان هو بيبان مطبلاتي جدا الصراحه يعني، لكن الباقي بالفعل عنده شخصيه، لكن بتبان لما بتيجي تواجههم مع بعض او تواجه اجاباتهم مع بعض. برضو منها انت بتبتدي تتعلم والله الذكاء الاصطناعي ديب سيك مثلا الافضل في 1 2 3. انت اللي بتكتشف، مش بتلاقي حد او بتدور على حد يقول لك والله انا شايف كذا وانا ده احسن من حاجه وده افضل من ده في الكتابه وده افضل من ده في الكودينج. لا، انت بتجرب بنفسك. الاي اي يا جماعه مفيد جدا جدا، بس سوري يعني ما تبقاش كده من الناس اللي بتروح تحط البرومبت زي ما هو كده في الذكاء الاصطناعي، تقول له اكتب لي الايميل الفلاني وتقوم واخده كوبي بيست وتبعته للناس ومن غير حتى ما تقراه، ولا تلاقي حتى كاتب لك دير بين قوسين الاسم ما تغيروش. فالادوات دي موجوده عشان تساعدنا، مش موجوده علشان تعمل شغلنا. استخدموها بذكاء واستخدموهم كلهم وقارنوا الحاجات ببعض، شغلك هيروح في حته ثانيه تماما.